بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يا جماعة هنتكلم النهاردة بإذن الله تعالى على أنواع الناس اللي ممكن تقابلهم في حياتك، ولازم نفهم إن في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة، ودي حقيقة. الخير موجود حتى لو كان قليل، حتى لو كان الظاهر من فوق الوحش في أي زمان. هو بيقل طول ما احنا ماشيين بالزمن، بيقل، لكن هو موجود. ومن خبرتي الحياتية، أنا مش صغير، أنا عندي 44 سنة، فمن خبرتي في الحياة أنت هتقابل ناس كتير، ناس منهم معظمنا في النص، لينا عيوب ولينا مميزات، وفي ناس كويسة قوي اللي هي مفهومش غير عيب واحد ظاهر وبيعترفوا بيه على فكرة، لكن بقيت أخلاقهم كويسة جدا. وناس تانية يمكن ما فهموش غير ميزة واحدة، وحشين بس فيهم ميزة واحدة ممكن دي تنجيهم، وبعكس برضو اللي فيه عيب واحد ده وهو كويس ممكن تهلكه، على حسب ايه هو العيب. بس اهم حاجة انك ما تتكبرش وما تقولش ان انا مش معيوب، مادام معترف دي اول خطوات الندم، وان شاء الله ربنا يتوب عليك عن الخطأ ده، وانك تجاهد نفسك وتصلحه. وفي ناس بقى تكاد تصل الى الكمال. طبعا الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، ودول قليلين جدا قليلين جدا. اللي انت تقعد تفكر قوي وتحاول تدبق قوي عشان توصل لعيب فيهم، ودول موجودين، هم قليلين جدا لكن موجودين. وانا يا جماعة قابلتهم، وربنا اداني فرصة ان انا اقرب منهم واعرفهم، والحقيقة دول بيبقوا في درجة الولاية، ليهم علاقة خاصة بربنا يعني وقرب شديد جدا من ربنا، وربنا مديهم درجة من درجات العصمة. والحقيقة ربنا بيوفقهم في كل حياتهم، وبيبقى الدنيا متيسرة عليهم، وبيبقوا عايشين في هدوء وسكينة وراحة بال شديد جدا. وأولياء الولاية فيها أولياء ظاهرين، وفي أولياء مخفيين، ودول الأكثر اللي ما يعرفهمش غير الدايرة الصغيرة اللي حواليهم. وفي ناس تقعد تفكر قوي عشان تشوف لهم ميزة، مش لاقي لهم ميزة، ودول وحشين قوي، ودول معرفتهم ابتلاء من عند ربنا، انك تعرفهم بس ده ابتلاء، فما بالك لما تقرب منهم يبقى ابتلاء شديد جدا. اما الناس الكويسة قوي، دول اللي قد يصلوا الى درجة الكمال، اقتربوا من الكمال، دول معرفتهم نعمة كبيرة من عند ربنا. وانت بتحاول انك دايما في جهاد، هو الجهاد الاكبر انك انت تحاول تصلح من جوه مش من بره. الجهاد الاكبر انك انت دايما في صراع مع نفسك ومع الهوى ومع الشيطان ومع الملذات والشهوات والدنيا وحب الدنيا، كل ده اعداء ليك. بتحاول انك انت تجاهد، لان ده الجهاد الاكبر زي ما قال النبي عليه الصلاه والسلام، رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. فالخير موجود، ولكن ربنا بيوفق الناس، اوقات ربنا يوفقك لمعرفة ناس يبقوا نعمة كبيرة جدا وكنز كبير جدا، وفي ناس تعرفهم بيبقوا ابتلاء عليك جدا. يعني الخير موجود، لازم تفهموا ان الخير موجود وان كان قليلا، وربنا يبعدنا عن السيئين قوي، دول اللي حياتهم اذى لغيرهم واذى لنفسهم، وربنا يقربنا من الناس اللي هم قد يصلوا الى درجة الكمال، من وجدوا في الحياة او من رحلوا عنا. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله.